بعد ما عملت الفيديو عن الشاب اللي طلع بدوره الفنان أحمد عوضي في مسلسل علي كلاي، وإن هو بعد ما خد صدمة عصبية خلته تايه في الشوارع، وإن هو زاهد الدنيا وماشي كده واخدها من مشائها لمغربها بعد صدمة عصبية بعد سماع خبر وفاة زوجته. اتفاجئنا كلنا بصور الشاب اللي فوق ده، وعرفنا ان شخصية علي كلاي هي شخصية حقيقية، وان الشاب دوت في شخص هو صوره بعد ما ان في كذا شخص لقاه ماشي في الشوارع، وده بيدل ان هو واخدها من مشائها لمغربها. انا هقول لكم خبر حلو جدا جدا عن الشاب دوت، بس انا حبيت اوصل لكم معلومة للي ما يعرفش قصته. ان الشاب دوت صوروه لان الناس اتعاطفوا معاه، اتعاطفوا بسبب حالته، على طول بيكلم نفسه، على طول ماشي على رجله وبينام في الشارع. مرة يشوفوه عند البوابة رقم 2 في مدينتي، مرة عند العاصمة الإدارية في مناطق تانية، لدرجة ان هم في ناس من كتر ما هم تعاطفوا معاه عملوا له صور بالذكاء الاصطناعي، لعل وعسى ان حد من قرايبه او اهله ان هم يتوصلوا ليه. وبفعلا الخبر الحلو ان اهله توصلوا ليه وشافوا الصور بفضل ربنا في المقام الاول، وبفضل الناس اللي شيرت قصته وصوره. وكانت المفاجأة الكبيرة في قصة الولد ده، أنا طبعا الشاب ده قلت إن هو اللي سمعه لقاه إن هو بيذكر بيكلم نفسه وبيذكر شخص اسمه حسن، وبيقول إن هو أكلت عليه حقه. كان بيقول حرفيا انك اخدت حقي واكلت حقي على، ومهما عملت انا مش هسامحك وهاخد حقي منك. وده واضح ان اسمه حسن ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ان هو كان السبب في الصدمه العصبيه للشاب دوت، ربنا يشفيه ويعافيه. الخبر الحلو زي ما قلت لكم واللي انا هقوله لكم ان اهله بالصدفه شافوا البوست والصور بتاع الشاب دوت لما اتنشرت، وده اللي انا بعتبره من مميزات السوشيال ميديا فعلا. وقلنا معلومات مهمة جدا جدا عن الشاب دوت، لان الناس كانت مستغربة ان هو حتى في وسط كلامه ان هو بيتكلم انجليزي، وده قالوا ان هو اكيد من اسرة كويسة ومن بيت كويس، واكيد هو خريج جامعة، تعليمه طبعا عالي. اهله لما شافوا البوست جم فورا للمكان اللي قالوا ان هما الناس بيشوفوه فيه، ان كان طبعا من مكان لمكان، بس هو في محيط المكان المعين اللي قالوا عليه على طريق السويس، وقالوا عنه معلومات ان هو اسمه عبد القوي محمد فتوح من محافظة الدقهلية. وطبعا قالوا احنا شفنا البوست بالصدفة، هما واصدقائه نجوم عليه فورا في المكان ده، ولما شافهم اتعرف عليهم فورا وراح لهم، وكمان رجع معاهم ما كانش معارض خالص. وقالوا ان هما مرة واحدة ما لقوهوش، وان هو اختفى، وقعدوا يدوروا عليه لمدة سنة غايب عنهم، وهم مش عارفين هو فين، هو ايه اللي حصل له. تخيلوا يعني بيدوروا على ابنهم من سنة في كل مكان، وما كانوش يتخيلوا ان هو وصل به الحال للمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي قطع قلبنا كلنا، وان هو بقى بالمنظر ده. ربنا يعافيه، ادعوا له يا جماعة بحق الايام المفترجة بأمر الله، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض. هما في ناس على السوشيال ميديا بيقولوا ان هو مهندس، هو المعلومات مش متكاملة عندنا، لان اهم حاجة ان هو رجع لاهله والحمد لله ان هو حاليا في المستشفى بيتم علاجه بعد الفترة والايام الصعبة جدا 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 اللي عاشها في الشارع واتمرمط فيها في الشارع. والحمد لله ربنا كتب له في النهاية ان هو يرجع تاني لأهله ولحضن أهله ورعايتهم بأمر الله، ويا رب يجيب له حقه من اللي ظلمه واللي كان السبب في الحالة دي. اكيد احنا كلنا فرحنا برجوعه لاهله وان هو خلاص رجع لبلده، بس يا ترى السؤال اللي كلنا بنفكر فيه في نفس واحد، اسفة، في نفس الوقت، هو مين حسن؟ مين حسن ده اللي وصل عبد القوي ان هو يهج من محافظته ويروح مكان تاني ويمشي في الشوارع تايه، مش مستوعب اي حاجة بتدور حواليه، مش حاسس بأي حد من اللي حواليه، وزي ما انتوا شايفين في دنيا تانية خالص. مين حسن اللي وصله للدرجة دي؟ مين حسن اللي أكل عليه حقه زي ما الناس سمعته، واللي دايما كان يقول نفس الكلام ده اللي خلاه يوصل كده، وانه أكل عليه حقه وظلمه وخلاه يوصل للدرجة دي؟ مين حسن اللي خلاه
الشاب ده يسيبه أهله ومحافظته ويهج من مكان لمكان وهو مش حاسس أي حاجة ويتبهدل لمدة سنة في الشوارع. تخيلوا ايه اللي عدى عليه وايه كان بيمر ايامه ازاي، واكيد ما كانش حاسس بحاجة، بس بهدلة وحشة قوي والظلم ابشع. فانا نفسي اوجه رسالة لاسمه حسن ده. هل انت كنت قادر تحط راسك على المخدة وتنام وانت كنت السبب في وصول شاب زي الفل من عيلة محترمة متربي ومتعلم توصله للدرجة دي؟ قدرت تنام وانت كده كلك امان وسلام وحطيت راسك على المخدة؟ ما كنتش خايف كده تحط راسك على المخدة تنام ما تقومش؟ هتقول لربنا ايه ساعتها لو سألك عن ظلمك للشاب دوت وان انت كلت حقه وان انت ظلمته كمان؟ هتقول لربنا ايه؟ لو الناس تفهم كده والله العظيم هيحصل كل ده. اهم شيء الشاب ده يتعالج وان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. واتمنى اللي اسمه حسن ده ربنا ينتقم منه، يعني يا اما ربنا يهديه ويعني ويرجع الحق لاصحابه كده، يا اما ربنا ينتقم منه، لان في ناس بتبقى دول شياطين الانس على الارض. اهم حاجة شاب احنا سمعنا عنه اخبار حلوة، وربنا يبارك للشاب اللي صوره ونشر صوره والناس التانية اللي شيرت البوستات دي وصوره لحد ما وصلت لأهله ورجعوا تاني لحضنهم سالم الحمد لله.